ده بقى مش عارف ابدا ازاي. لقيتها متصل على حويشي كده، هو اللي هيقول لي ازاي ابدا. الو، ازيك يا حويش؟ عامل ايه؟ والله كنت محتاج بس مدة من الوقت كده، عرفني ازاي ابدا انا والشباب العسل اللي معايا دول. في مني تكون عندي. طيب سلام. ازيك يا فورما؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير، ويا رب تكون ملتزم في الجيم، ويا رب تكون بتصلي، يا رب تكون بتذاكر، ويا رب تكون بتاكل اكل صحي وعايش حياتك صح. وعادي لو في يوم بطلت جيم انزل تاني، ولو في يوم كلت بطاطس متحمره بدل مسلوقه ارجع تاني، ولو في يوم تكسلت عن الصلاه صلي تاني. مش محتاجة حاجة يعني. المهم فيديو النهارده هيكون محتواه ازاي ابدا في كل حاجه، في الجيم، في الاكل، في الصلاه، في كل حاجه. بس عايز اخد رايك في حاجه. طبعا انتوا عارفين انا اسمي احمد حويشي، فبدل ما يكون اسم احمد حويشي على قناتي كل حاجه تخصني، فبعد التفكير الممل وطلوع الروح، لا بالحوالي ربع ساعه بس، فغيرت الاسم بقى من كده لفورماوي حويشي. طبعا هو اسم مش صعب يعني، انا فورماوي ماخوذه من فورما، ف فورماوي فاهمها صح. وحويشي طبعا عيلتي، اسم عيلتي، فاسم مركب بس بسيط. اهم حاجه بما اني باخد رايك، فقول لي رايك في الكومنت، قول لي اسم حلو ولا اغيره، ولا احمد حوشي احلى، ولا شوف ذوقك، قول لي وانا هحترم رايك. نرجع لموضوع الفيديو الاساسي، ازاي ابدا حتى لو مش عارف ابدا. الكلام اللي في الفيديو ده انا كنت محتاج اسمعه من زمان والله. في لحظات في حياتنا بيبقى بس كل اللي ناقصنا خطوه واحده بس، واللي هي نبدا. المشكلة مش في الخطوة، المشكلة انك لسه واقف مكانك بقالك كتير مش عارف تبدأ. جيم، صلاة، حلم كل واحد. لو الفيديو ده جالك فغالبا انت جوه الدوامة دي. لا بس احب اطمنك، انت مش لوحدك الفورمة خالص والله. احنا مش بنبدأش، احنا ما بنبدأش عشان كسالى. جات يا جدع. احنا مش ما بنبدأش عشان كسالى، احنا ما بنبدأش عشان خايفين من الفشل، من رأي الناس، من المسؤولية، من انك خايف انك ما توصلش. وانا بالله كنت اكتر واحد بخاف من رأي الناس، حرفيا اكتر واحد. تصور المشهد ده، هبدأ بكرة. ايه ده؟ بكرة جه؟ هبدأ بعده. ايه ده؟ بعده جه؟ لا هبدأ بقى الاسبوع الجاي. ايه ده؟ الاسبوع الجاي جه؟ لا هبدأ بقى السنة اللي بعد 12 سنة ونص اللي جايين. اللي انت شفته ده اوقات انت بتمر بيه. اوقات بتقول هبدأ بكرة، وهو بكرة اصلا هو بقاله سنين، وانت عايش على الدوامة دي برضو. هبدأ بكرة، هبدأ بعده، هبدأ. لا ابدأ دلوقتي. مش لازم تستنى يكون عندك امكانيات، طاقة او ظروف مثالية وبص والحل يبقى رايق كده. لا ابدأ وانت حتى مش جاهز. ابسط مثال، شايفني فين؟ في بيتي، جدار، رنجلاد 2%، مش حامل اللي ماسك التليفون، شوية كتب حاططهم على بعض. جودة اكيد الجودة مش احسن حاجة وانت بتشوف الفيديو، ومع ذلك بدأت من الصفر عادي. انا اول مرة ادخل الجيم كنت تايه، كنت ضعيف، ما كنتش عارف اعمل ايه، وكنت مش عارف اصلا اكمل ولا لا. يعني انا اصلا ما توقعتش ان هيجي يوم بعد 4 سنين ولا 5 سنين وكنت لسه اصلا بروح الجيم ومستمر فيه، والحمد لله بفضل الله عامل جسم لحد ما كويس وراضي عن شكل جسمي. بس قلت يعني مش لازم اعرف كل حاجة، المهم ابدأ. انصحك تشتري الكتاب ده هيفيدك قوي. ومن هنا بدأت اتعلم الفورمة، وبدل ما اقع مرة وقعت 1000 مرة، وقعت وقمت، وقعت وقمت، وقعت وقمت، وهكذا. وطبعا عقل الانسان بيحتاج 21 يوم لحد ما يخلي الحاجة اللي بتعملها عادة بالنسبة لك. اهم جزء من الموضوع ازاي ابدأ في الصلاة. الصلاة مش بس عبادة، دي بداية جديدة في كل يوم. لو حاسس انك بعيد قول لنفسك لو بدأت ربنا يساعدني. مفيش حد بيتغير فجأة، كلنا بنبدأ بخطوة صغيرة. ابدأ صلي وسيب الباقي على ربنا، وصدقني هتحس بفرق كبير. لو عايز تبدأ تذاكر أو تتعلم حاجة بلاش تبدأ ب10 ساعات، ابدأ بنص ساعة بس كل يوم.
اي مهاره او اي حاجه عايز تتعلمها محتاجه صبر واستمراريه ومحاوله. انا بتعلم وهتعلم وهفضل اتعلم. يا دي بقى ننزل نعملها في كوبايه شاي، تبقى رواق رواق. انا ما كنتش عارف ابدا منين، كنت بغير قراري كل يوم، بس اول ما بدات حتى غلط كل حاجه بدات تتغير، كل حاجه اتغيرت. انا مش بنصحك خالص، انا بحكي لك اللي انا عشته. فبكل بساطه كل اللي نفسك فيه بيبدا من خطوه واحده بس. اختار النهارده تبقى اول يوم في الرحله. كلنا اتاخرنا بس مفيش وقت احسن من دلوقتي، فابدا ارجوك. عايز تحفظ قران؟ ابدا وخد الخطوه وهات المصحف واحفظ قران. عايز تذاكر؟ ابدا وخد الخطوه وذاكر. الكتاب دي برضو حلوه يا جماعه، انصحك انك تجيبه. عايز تصلي؟ ابدا صلي. عايز تروح الجيم وتبدا تمرين؟ ابدا تمرين. يبادي يجي مني ولا ايه؟ بس كده.